الناس اللي ما بتاكلش كوسة تيجي كلها تتجمع هنا، هأكلها أحلى كيك بالكوسة. والله حاجة جميلة وروعة ومغذية جدا لولادنا الأيام دي هما بيمتحنوا. أنا هعمل كيكة النهاردة كلها فوايد، مغذية جدا لأولادنا. فيها كوسة، محدش يستغرب يعني ايه كوسة جوه الكيك. أنا عملتها قبل كده وعجبت الناس، ويلا بينا نشوف عملتها ازاي. بصي قد ايه هي هشة وطرية وجميلة جدا، وعملت عليها كمان الشوكولاتة دي اللي هي طالعة ترند اللي بالبسكوت. تعالي نشوفوه عملنا ايه. اول شيء هنسمي بالله ونصلي على الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نشوف عملنا التحفة دي ازاي. حاجة كده شهية، حاجة من الاخر يعني. معايا هنا ربع كيلو من الكوسة، طبعا غسلتها كويس وبشرتها، ركنتها على جنب. معايا 3 اكواب من الدقيق، وحاجة كوباية، معلقتين كبار من الكاكاو، ومعلقتين من النشا، شوية ملح. ودي المواد الجافة قلبتها وحطيتها هنا كده وركنتها على جنب. نيجي للمواد السائلة. معايا هنا معلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان، عليها مية سخنة نازلة بتغلي من الكاتل اهي، واركنيها على جنب. معايا الكبة بتاعتي، كله هنشتغل في الكبة. معايا بيضتين حطيت لهم اسانس حليب، حطي فانيليا اللي يعجبك، نص كوباية من السكر، نص كوباية من العسل، نص كوباية من الزيت. معايا كمان كوباية من الزبادي الصغيرة. وادي القهوة سريعة الذوبان هنحطها بس بعد ما نضرب الحاجة بتاعتنا دي ضربتين كده بس. هحط القهوة بتاعتي سخنة بتغلي، مش هيجرى اي حاجة خالص، وخل. وكمان انا مش حاطة هنا بيكنج باودر خالص في الوصفة دي، انا حاطة معلقة كبيرة من الكربوناتو. اه والله الكربوناتو هي اللي بتمشي مع الوصفة دي، ما تحطيش بيكنج باودر. قلبت المكونات بتاعتي لحد تقليب بقى خفيف. يعني الكيكه خلاص احنا اتعلمنا ان الكيكه ما ينفعش تتقلب تقليب جامد. قلبتها تقليب خفيف كده، وبعدين شلت المضرب خالص علشان الكوسه كانت هتخش جوه المضرب وتبقى علقه فيه، مش هعرف اطلعها يعني. فقلبت تقليب صغير، حاجه بسيطه كده بالمعلقه. احنا عايزين بس المكونات تخش في بعضها، مش اكتر من كده. بس وابتديت افضي الكيك بتاعي في القوالب بتاع الكب كيك ديت. اي قوالب عندك، ممكن في صينيه كبيره مش هتفرق خالص، بس انا كنت حابه اعملها في حاجات صغيره كده غير من شكل الكيك يعني عندي. وهنا معايا بقى الترند اللي بيتكلموا عليه، اللي هو البسكوت اللي بيتحط في اللبن والشوكولاته، دول مكعبين من الشوكولاته. واي نوع بسكوت ساده، انا حطيت اي نوع. حتى لو بالشوكولاته برضو مش هتفرق خالص. بس هو الحقيقه طلع الدانوت اللي احنا بنشتريه من بره في الاكواب، هو طلع طعمه دانوت خالص، مش طلع طعمه شوكولاته. بس طعمه ظريف مع الكيك. واشوفكم على خير، باي باي.